اللهم صل على النبي. الفراخ المشوية كما يجب أن تكون. تعالوا بقى هقول لكم على سر طعمها الحلو وريحتها الجميلة والطراوة بتاعتها، مزازة كده مع سكارة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وريحة جايبة لآخر الشارع. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفة يا بنات، خطيرة. يلا بينا نشوف مقاديرنا وطريقة تحضيرنا. وأول حاجة هنعملها محلول النقع يا بنات، اللي هننقع فيه الفراخ وممكن ننقع فيه أي نوع من أنواع الطيور. عبارة عن إيه يا بنات؟ شوية مية، وكمان معلقتين من الملح، وعصرة ليمونتين تلاتة كده. وزي ما قلتلكم يا بنات، محلول النقع ده هننقع فيه كل أنواع الطيور. هقلب بقى إيه، تقليبة بسيطة كده. وبعد كده هجيب الفرخة بتاعتي، أنا غسلاها بالمية الجارية تحت الحنفية بدون أي إضافات، وشايلة الزفارة اللي بتبقى في الورك، ملهاش أي صنف التلاتين لازمة. بص يا بنات، بتبقى زيها زي الكبدة كده، لازم تشيلوها يا بنات. ونقعتها لمدة ربع ساعة. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعتها. عبارة عن ايه؟ معلقة ملح صغيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة من السبع بهارات، 5 فصوص من التوم يا بنات، وبصلتين صغيرين كده، حمر او بيض حسب رغبتك، حسب اللي متوفر عندك. وهنزل عليهم كمان بحبيتين صغيرين من الطماطم، وعلبة زبادي بلدي يا بنات، معلقة خل صغيرة، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من الزيت يا بنات، ومعلقة صغيرة من دبس الرمان، ومعلقة صغيرة من الصويا صوص. تمام يا بنات. معلقة كمان صغيرة من عسل النحل. شايفين الجمال؟ من الأعشاب زعتر وروزماري. ربع معلقة من الشطة، ونص معلقة من البابريكا. واضربي كل المكونات دي كده ايه لما تبقى ناعمة جدا يا بنات زي ما شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الخلطة دي ريحتها تحفة، وبتخلي للفراخ طعم جميل. بعد ما نقعت الفراخ يا بنات في محلول النقع بالسكينة بقى ايه، وعملت في الورك كده فتحات. طبعا الصينية فيها معلقة من السمنة يا بنات. بصوا الفراخ ما شاء الله نضيفة وحلوة ازاي من محلول النقع. وبالسكينة وتعملي فتحات كده في الورك وكمان في الصدر. وبخلص الكمية بنفس الطريقة. الفتحات دي بتسهل عملية التسوية يا بنات، وكمان بتاخد من التتبيلة بقى اللي احنا بنتبل بيها الفراخ. بتبقى خطيرة يا بنات، لازم تعملوا الحركة دي. والشكل العام كمان بيبقى شكلها حلو كده. هبتدي بقى ايه احط عليها الخلطة الجبارة التحفة دي. وممكن تنقعيها ساعة او ساعتين او يوم كامل حسب رغبتك او حسب متوفر عندك من الوقت. كل ما بتتنقع اكتر كل ما بيبقى ليها طعم احلى طبعا. انا عايزة اقول لكم والله العظيم يا بنات، عملتها في نفس اليوم، في نفس اللحظة. اول ما خلصتها حطيتها في الفرن مباشرة على طول. طبعا انا كنت مولعة الفرن قبليها بربع ساعة. بصوا الفتحات دي يا بنات، واحط فيها بقى ايه من التتبيلة التحفة دي. بتاخد في الفرن قد ايه يا بنات؟ ساعة ونص. اول نص ساعة في الرف التحتاني خالص، وساعة في الرف اللي في النص. يعني كل المدة كلها ساعة ونص. شايفين يا بنات؟ خطيرة خطيرة، تفتح النفس. طعمها تحفة وريحتها جميلة. والصوص بقى اللي في قاع الصينية بقى، ده حاجة تانية حكاية. لازم تجربوها يا بنات. مدية سكارة مع مزازة كده، مع طعم حلو وريحة جبارة. قسما بالله يا بنات تحفة، كانت في منتهى الجمال. انا عايزة اقول لكم زوجي شكر فيها جدا، وعيالي كمان، وصحابي لما بيجوا حبايبي بقى ايه بيحبوها بالطريقة دي. تحفة يا بنات، خطيرة. يلا بينا بقى نفتح الصدر. بس حابة اوريكم بس ايه الفتحات اللي احنا عملناها دي. بصوا مخليه شكلها حلو ازاي. يلا ندوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظها نعمة يا رب. بصوا الجمال. تحفة يا بنات، خطيرة خطيرة خطيرة. ربنا يرزق الجميع يا رب، كلكم تجربوا. عايزاكم بقى يا حبايبي تجربوا الفراخ المشوية دي. اما بالنسبة للسلطة، فبأمر الله هنزل لكم الفيديو قريب كامل متكامل على القناة برضو. طريقتها سهلة جدا وجميلة، وفي تكات بسيطة كده هعملها لكم زي المطاعم الكبيرة قوي. بتتاكل فيها بصراحة جنب الطواجن، جنب الأسماك، المحاشي، جنب اللحوم، بتتاكل جنب كل أنواع الأكل.
خطيرة وتكات بسيطة فيها كده بتخلي ليها طعم حلو وريحة جميلة. أتمنى منكم تشتركوا في القناة علشان أنا فاتحاها لسه جديد، وكمان عايزاها تكون مصدر دخل ليا، فأتمنى تشتركوا فيها وكمان تحطولي لايك